السلام عليكم، رمضان كريم، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المحرمات. كيف أحوالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم هو روتين نهار قبل رمضان، شنو درت فيه خصوصا السحور ديال أول ليلة في رمضان. أول حاجة بديت بها هي فلون طبيعي، مكونات كلها في الدار، ساهل دغيا كيتحضر. كما لاحظتوا أول حاجة خديت كاس ديال سنيدة اللي غادي ندوبو في واحد المقلة حتى يذوب ويولي بحال الكراميل. ثاني حاجة خديت واحد البول اللي درت فيها 4 ديال البيضات، قبيصة ديال الملحة، ساشي ديال فانيلا 7 غرام. غادي نطربهم مزيان مع ربع كاس ديال سكر سنيدة، وغادي نضيف لهم 2 كيسان كبار ديال الحليب اللي بارد. وغادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتهم مزيان. اللي بغى يضيف معلقه ديال النشا يضيفها، اللي ما بغاش كتبقى اختياريه. هاد المكونات غادي نطربهم مزيان. السكر من بعد ما كيذوب مزيان وكيولي بحال الكراميل، غادي نضيف معاه واحد المعالقه صغيره ديال الزبده، نحرك باش تذوب الزبده والجافيه مع الكراميل وغيكون عندي واجد. خديت الاناء اللي غندخلو الفران، اول حاجه فرغت فيه الكراميل هو الاول، ومباشره بديت كنوضع الخليط ديال البيض والحليب غير بشويه بشويه. الفران هذا الاثناء كيسخن على حراره 180 درجه غير من التحت. غادي ناخذ واحد الاناء ثاني اللي غيكون كبر من الاناء اللي وضعت فيه الفلون، غادي نكون واضعه فيه الماء، وغادي نحط الاناء ديال الفلون وسط منه كما كتلاحظوا في الفيديو. هكا الفلون ديالنا غادي يطيب على طريقه ديال البخار. دخلته الفران اللي قلت لكم سخناه من التحت على حراره 180، غادي نخليه لمده ساعه وغيكون عندنا الفلون ديالنا واجد. الوقت اللي الفلون كيطيب في الفران كما لاحظتوا قديت الفاكهه في القريعات ديالها ونظمتها باش هكا تجيني سهله في شهر رمضان في الوقت ديال الافطار. من بعد ما داز الساعه الفلون صافي كان واجد. باش غادي نتاكدوا خذوا شي فورشيط ولا شي حاجه غادي تخرج لكم ناشفه. صافي غادي نخليه يبرد واحد شويه ومن بعد ندخلوه للثلاجه على الاقل ساعه. كل ما بقى تقدروا تخليوه ليله. من بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي نحيدو من المول وكيفاش غادي نزينو.
السحور كنبغيو شي حاجه اللي تكون خفيفه وفي نفس الوقت تكون مقوسه. اختاريت نصايب هاد الفينوا صغير اللي غادي نعمرها بالكريم باتيسير والبنان. لا باز ديالها من العجين المورق. انا كنت واخداه جاهز. الصراحه ساهله هاد الفينوا صغير هادي دغيا كتحضريها. تقدري تقدميها حتى في وجبات الافطار هكا كتحليه، اولا تعطيها لوليداتك يديوها معاهم في الكوتي. كما لاحظتوا قطعت العجين المورق على شكل دائرات. غادي نبدا ناخذ شويه ديال الكريم باتيسير على حسب الرغبه ديالكم. انا هنا كنت درت ديال الحامض وشويه ديال البنان اللي قطعته دوائر، وغادي نسدها هكا على شكل دي شوسون بصفار ديال البيض اولا بيضه على حساب نتوما شنو بغيتو. من بعد غادي ندهنها من الفوق عاوتاني بصفار ديال البيضه، وغادي ندخلها الفران. لا حراره المره الاولى غادي نشعل على 200 درجه تقريبا واحد 5 ولا 8 ديال الدقائق. من بعد غادي نهبط الحراره ل 180 ونخليها حتى تورق وتنفخ وتولي اللون ديالها ذهبي. مباشره من بعد ما كنخرجوها من الفران كنزينوها بشويه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للفلون من بعد ما خليته تقريبا واحد ساعه ونص، نتوما تقدروا تخليوه اكثر في الثلاجه. كناخذ الاناء اللي فيه الماء سخون وكنعاود نحطو فوق منه باش هكا داك الكراميل يذوب ويسهل عليا يتحيد من المول. كناخذ واحد الفورشيط وكنحاول هكا نحيدو من الجناب، نفك الفلون على المول من الجناب وصافي. كندير الطبسيل فوق من المول وكنقلب بسهوله كيهبط. غير خصو يكون الماء سخون باش هكا الكراميل يذوب، وتفكوا الجنيبات هكا بشي فورشيط اولا بشي موس. كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. زينتو هنا بشويه ديال البنان، اي فاكهه كتعجبكم يمكن لكم تزينوا بها، وشويه ديال صوص كراميل. هادو هما جوج وصفات اللي شاركت معكم اليوم اللي غادي نتناولوهم ان شاء الله في اول سحور ديال شهر رمضان. تقدروا تعتمدوها كفكره للسحور ديالكم بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه خفيفه في وجبات السحور. من بعد ما ساليت من تحضير السحور اكيد جمعت الدار واحد الجمعه اللي خفيفه، حيت كما شفتوا في الفيديوهات اللي قبل كنت نظمتها واحد التنظيم اللي عميق. هنا في هذا النهار كنت غير هكا جمعتها من فوق الفوق، كانت منظمه. غير درت لها واحد الشفيفه اللي هي مغربيه، الشفيفه اللي كبيره اللي كنديرها مره في السيمانه، وكل نهار كندير واحد الميناج اللي كيكون خفيف. هاد المنظمه اللي كنظم فيها الفاكهه حطيتها فوق من سالامونجي باش هكا كتجينا قريبه. غادي ندير معكم جولة خفيفة هكا في السيجور والصالون وفي المطبخ باش هكا نوريكم الشكل النهائي ديالهم من بعد التنظيمات والتغييرات البسيطة اللي درت في الديكور باش هكا نبدل من الروتين اللي تقدروا تلقاو فيها بعض الافكار اللي غادي تنفعكم في التنظيم اولا التغيير ديال الديكور ديال المنزل ديالكم. غادي نخليكم في امان الله الى الفيديو الماجي ان شاء الله. نعاود نقول لكم رمضان كريم وشكرا لكم بزاف. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. في مهجتي عشق دفين وبدمعتي
زاد الحنين بك أهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. في مهجتي عشق دفين وبدمعتي زاد الحنين بك أهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي